بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة معانا فكرة بسيطة كده على الماشي يعني. آه من الفوم. لو عندك سيديات قديمة، طبعا مش كلنا عندنا سيديات قديمة ما بنحتاجهاش، بتبقى مجرحة متخربشة بايظة. بدل ما نرميها ممكن نستفيد بيها ونعمل حاجة حلوة كده للأطفال أو تزيين للبيت، حاجة كده بيحبها الكبار والصغار يعني. هنعمل النهاردة القميشن بتاع الفيسبوك. كل اللي احنا محتاجينه هنجيب مقص وقلم فلوماستر وخلة وقطع من فوم. طبعا هنحط الاسطوانة كده ونحددها بشكل دائري، بس هناخد العلم مظبوط ونفضل نحدده وأحبس بالخلة بلاش بالقلم. وبعد كده هنفرغه بالمقص. هنا الشكل بعد ما انا فرغته وحددته، هنيجي بعد كده نجيب سيليكون سايح، هنسخن المسدس تمام لحد ما يسخن، او ممكن نلزق باي شكل. طبعا بالنسبه للاشكال كل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنحتاج بس الشكل الداخلي، يعني طبعا الاطار الخارجي بالسي دي اللي هو الدوران هنعلم عليه. طبعا فكره بسيطه جدا وسهله. هنحط قطعه الفوم نحددها وبعد كده نعمل عليها الشكل. ممكن الشكل نطبعه من على الانترنت، من على النت يعني من جوجل، او نشوفه من على الكمبيوتر من على الشاشة. فكرة بسيطة يعني سهلة، ما فيش اي تعقيد يعني. هنضغط بس كده ونتأكد ان الشمع مسك في القطعة مظبوط. قطعة الفوم دي كانت قطعة عندي، قلت يعني ايه اعمل بيها الاشكال دي وافرح بيها يعني ولاد اختي، حاجة حلوة يعني كده عشان ينبسطوا بيها. ممكن بقى تحط زينة على التلاجة، ممكن تحط في أوضة الأطفال، بتدي يعني بهجة كده فوق السرير بتاع، بتعبر يعني عن الحالة كده. بالنسبة للفوم، أنا كان عندي حتة فتحة شوية للأشكال البق والعينين، فجيت بالقلم الفلوماستر البني، غمقت اللون شوية، حطيت عليه شكل الطبقة كده، اديته طبقة كده غامقة شوية فطلع بالبني بشكل البني ده، أو ممكن باللون الأسود عادي يعني، يا أسود يا بني، بس يعني ايه ممكن تعملوا كده وتعملوا كده، بس أنا بحب الشكل البني على الأصفر، بيبقى شكله حلو يعني، شبه القماشان الطبيعي، بيدي شكل واقعي أكتر يعني. بس هنحط بقى بعد كده البق والعينين بعد ما حددناهم بالقلم على ورقة يعني، فرغناهم بعد كده حددناه على الفوم وبعد كده قصيناه. بس انا عملت المراحل دي عشان ما اطولش عليكم، هي مش محتاجة شرح يعني. هنفرغ التحديد البق مظبوط طبعا بعد ما نفرغه بعد ما طبعناه او حددناه من على الكمبيوتر. بعد كده نحط الشكل كده نشوفه تمام مظبوط، هنزيح كده شوية وبعدين نحط نقطة الشمع وبعد كده نلزق بشويش وخلاص على كده. ممكن بقى نجيب مغناطيس من ورا، بس يعني حاليا مش عندي، ونلزقه مثلا من ورا، يكون ليه مغناطيس رفيع كده بيجيب من المكتبة يعني، بيبقى لاصق، بنحطه في نص القماش من ورا ونلزقه مثلا على التلاجة بحيث ان هو او لزق عادي كده برضو من ورا، بيبقى دبل فيس وبعدين بيتحط على الحيطة. ده عادي بيتشال ويتحط عادي، مش بيأثر على البوية ولا بيعمل حاجة، ولا بيدي بس منظر كده، ممكن يتحط على السرير كشكل يعني ديكور بس. ده برضو شكل تاني هعمله معاكم. المرة دي حطيتها على قطعة الفوم الشمع عشان حسيت ان السيدي هي بس يعني بتبرد الشمع بسرعة. احنا ممكن نلزق باي لاصق تاني، بس يعني احبس بلاش الامير عشان الامير بيبقى قوي جدا.
بس هي دي الفكرة، دي فكرة بسيطة. متنسوش يا جماعة بقى تدعمونا بلايك ولا لايك وشير وتستفيد وغيرك يستفيد. وان شاء الله في افكار تانية. ومتنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اول ما تنزل اول باول. وان شاء الله في افكار تانية وشرحات تانية، بس دي كانت فكرة كده يعني على السريع، انا قلت اشارك حضراتكم بيها. بس بعد ما نلزق الحروف بعد كده حرف كويس ونتأكد ان هو كل الاجناب مسكت تمام، عشان برضو ما تطلعش مع الوقت يعني، يبقى منرجعش نعيد عليها تاني. هنحط بقى بعد كده الشكل، نحطه كده قبل ما نلزق نشوفه شكله ايه، القطع الصغيرة اللي هي العينين والحواجب اي شكل بقى انتوا عايزينه. بس هما دي الاشكال اللي معايا حاليا يعني، قلت اعملها بسرعة عشان الفيديو ما يطولش. وده الشكل النهائي. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. متنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.